أعطينا السر هذه الحادثة. نذكرها من جهة أخرى متعلقة بالميزان الذي نريد أن نجعله ما بين الفتح الظلماني والفتح الآن نسمع فتح الشاكرات، فتح العين الثالثة ولا السادسة ولا من عارف الحادثة السادسة، الإسقاط النجمي. يعني نقول نحن نعرف الله والنجم إذا هو، ما نعرف إسقاط النجمي هذا لكن تحكوا عنه أنتم. اليوغا، مش عارف التنويم المغناطيسي كذا. نعم، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها أو فهو أولى بها، ولكن اسمع، الحكمة أن تكون حكمة أولا، ضالة المؤمن أن تكون أنت مؤمن، أنا ذاك فأنت أحق بها. هي حكمة وأنت مؤمن، ماشي هي ضلال وأنت ضال، ومن بعد يقول أحق بها، أحق بالضلال، يعني كلاكم ضلال. يعني هي حكمة أولا، يبحث عن الحكمة. أما يعني من شرقها وغربها يعني هكذا كحاطب ليل خبط عشواء، لا. نعم، علم الطاقة هذا وعلم علوم التنمية وهذه فيها وعليها، تحتمل هاك وتحتمل هاك، ولكن السؤال المطروح الآن، لماذا هب شبابنا نحو هذه العلوم هذه؟ باقي يفتحوا البصيرة بشكل أو آخر، لأن بفطرة الإنسان، كون الإنسان أصله روح، دائما يبحث على الأشياء الروحانية، يميل إليها، يحن إليها، حنوه إلى أمه أو إلى أصله هكذا. لما غابت عندنا التربية الروحية وأنكروها علينا وقالوا لنا بأن بدعة وفسق وضلال وكفر وكذا وشرك وكذا، خلاص نشأ شباب جديد يكفر بالتصوف ويكفر بالجانب الروحاني أصلا. فلما جاء هذا الوافد والرافد من جهة الشرق والغرب بصورة الحضارة والثقافة والدكتور فلان وكذا وكذا، قبلوه، فضل شبابنا. الآن عدنا في الطاقة وروح انت افتح، نقول لهم يدك أكت وفوك نفخا، حلوها يا طوال اللحى، حلونا القضية الآن. كفرتم بالتصوف، كفرتم بالعارفين بالله، أهل الله، أولياء الله، أهل بيت سيدنا رسول الله، الذين يريدون أن يعرجوا بنا على المحجة البيضاء. هرام جاونا وحدين جايبين لنا محجة سوداء، وشبابنا اتبعوها قالك لأننا خلاص يعني ضاقت بنا هذه السطحية ضرعا، ما عدناش طايقين على السطحية اللي في الدين، ما فيها إلا الذم والدم. إذن كان لزام على التصوف الآن أن يرفع رايته، لابد علينا أهل التصوف أن رجعوا على الأقل جانب الطريقة إن لم يكن جانب الحقيقة، بقوة تتناسب مع ذاك يعني الرافد اللي راهو جاي من هناك. قد يسأل البعض الآن ويقول لماذا هذه القوة في التصوف وهذا في الطرح يعني وهذا العمق في وقت كما هذا، ويعني نقول لك لعلك لا تنظر أنت بالمنظار اللي راهم ينظر به الشباب، أنت ماكش عارف الواقع كيف راهو يدور، لعلك راك تشوف لا في اللي راهم يعني يتعاطون المخدرات لا، نحن الآن ننظر الشباب المثقفين اللي هم مفروض نخبة البلاد واللي باقي يخدمونا، راهم عيونهم على الغرب والشرق، وراهم زاهدين في التراث الإسلامي كله. لماذا؟ لأنه دراسته الأكاديمية من الابتدائي إلى الجامعي كلها مبنية على فكرة ذاك الغربي والشرقي، ما هي على فكرة المسلم. هي من الأول راهو نافض يديه من المسلمين هو. فعلى الأقل يجدنا حنايا أهل التصوف من سلك عند الربانيين نعطوهم يعني كما نفتح لهم بصيص أمل، نقول لهم هاو موجود هذا عندنا. كلما يتكلمون بهذا الشيء نقول الحمد لله هذا الشيء موجود عندنا، ودليله في القرآن وفي السنة، واللهم إلا أن يعني ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كل العلوم وكل الحكم من القرآن والسنة منبعها، اللهم إلا أنك عندك المفتاح أم ما عندك. إذن فهذا الحديث افتتان في الإسراء والمعراج والزج اللي هو عرس محمدي واللي هو فتح محمدي، ثم تأتي الفتنة والاختبار وهو يشرع لنا صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي يفتتن حاشاه، حليب يعني لبن وماء وخمر، كان يقول لنا سيدنا رسول الله ستفتنون هكذا في سلوككم. ثم في الطريق امرأة تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلينا، رجل يقول يا رسول الله انظر إلينا، عجوز يقول يا رسول الله انظر إلينا،
كل مرة يقول له سيدنا رسول الله ماشي لا يلتفت، ما زاغ البصر وما طغى. ها من معانيها يعني في البداية، ثم عندها معاني في النهايات. في البدايات هكذا. فقال سيدنا جبرائيل يا رسول الله أتدري من تلك؟ الدنيا لا ماتوا فيها. قالوا تلك الدنيا، فتنة الدنيا. نعم، سالك الطريق إذا فتح الله لك في بدايات الأمر ستفتح لك الدنيا بزينة لا تفتح لمن هو محجوب، لا، ستأتيك بصفة أخرى، لأن آخر ورقة لها ستلقيها بين يديك. عرفت كي لفت خلاص ما عادش تلتفت إليها. ما لا تتلم كل الدنيا في صفة شيء واحد وتفتتن به. وهذا سمعناه من مشايخنا. كان سيدي قويدة قدس الله سره يقول ما يعطوا الواحد من الصالحين مفتاح حتى يفتنوه في كذا مسألة، يفتنوه في المال وفي النساء وفي الجاه وفي السلطة وفي كذا وفي كذا، حتى إذا تساوى عنده الذهب والفضة وتساوت عنده يعني فتنة النساء يعني مع الحجر والكذا وكذا وكذا، أنا ذاك يقولوا له هاك المفتاح. أما إلى لقاه لا مزعزع يقول له يعطينا العافية. باقي الرجال، احنا مش باقين أطفال، نريد رجال يحملون الأمانة، ما نش باقين أطفال. إذن فهذه الفتنة بدأت هكذا ثم وصلت إلى الدنيا، ثم يا رسول الله انظرنا. كلمة انظرنا لها دلالتها، لو نظر لهم سيدنا رسول الله لتاب الله عليهم ولا لا، لأن نظر سيدنا رسول الله فيه عناية، ولكن لم يلتفت إليهم. ولكن لنا احنا بالنسبة لنا احنا فتنة، معنى انظر يعني إذا نظرت وقعت. قالوا أتدري ما ذاك؟ قالوا ذاك داعي اليهود، لو أجبته لتهودت أمتك. ذاك داعي النصارى، لو أجبته لتنصرت أمتك. ذاك الدجال، ذاك الشيطان، ذاك هكذا. قال لنا ساداتنا بأنه يوجد في الطريق من بعد فتح البصيرة، هذا يسمى الفتح الأصغر. كل هذه الفتن تكون في الفتح الأصغر من قبل الوصال بالله سبحانه وسيدنا رسول الله مباشرة، هذا يسمى الفتح الأكبر. قالوا لنا بأنه قد يسلب الولي في الطريق، قد يسلب الولاية في الطريق كفتنة الله، فيسلب. والمشكلة أنه يبقى في مقامه الذي هو فيه، وقد يشوش على آخر، وقد منهم من يزيغ إلى السحر، ومنهم من كذا وكذا، وقد يظن نفسه بأنه مفتوح عليه وهو غير مفتوح عليه، وقد يعلم بأنه مسلوب ويبقى هكذا يضلل في الناس. إذن ليس كل من ادعى الولاية هو ولي، فضلا عن أصحاب الشاكرات والطاقة والتسقاط النجمي. هذا يسمى فتح ظلماني، لا تفتح لهم أبواب السماء، هؤلاء دون السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مش أقطار السماوات والأرض يعني هذه الإحداثيات الطائرات، لا 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 لا. أقطار السماوات والأرض هذه التي فتحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وتفتح لورثته على قدمه صلى الله عليه وسلم. هذه التي حجب عنها الجن ليلة بعث أو ليلة ولد سيدنا رسول الله، فحجبوا عن السماوات السبع وصاروا يرجمون، حيثما ذكرت في القرآن الكريم بأن الشياطين يرجمون، هي إذا من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الذي فيه هؤلاء هو فتح ظلماني. فسيدنا رسول الله بالإسراء والمعراج شرع لنا للفتح النوراني والفتح الظلماني، لنضع الميزان، القسط، العدل، الصراط المستقيم للوصال بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الغاية هي سبحان الذي أسرى بعبده. نريد أن ننال من عبودية سيدنا رسول الله التي نال منها سيد ابن عربي، قال شعر كأنني وجدت عبودية العالمين في قلبي.